احبائي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو معايا. كما عودتكم اصدقائي كنجيب لكم احداث اللي كتكون متوقعه من مسلسل جوديا. اليوم جبت لكم بعض لقطات من حلقه 14. وقبل ما نبدا معكم الفيديو ما تنساوش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل الفيديوهات وما تبخلوش عليا باللايك. كما شفتوا احبائي في الحلقات اللي فاتوا بان الحاج غادي يتزوج بجوديا وغادي يجي للفيلا، ولكن سير غادي يكون قوي بين جوديا وفطومه. جوديا كما عرفتوا بانها دخلت للفيلا غير باش تنتقم وتعرف كل واحد على الحقيقه ديالو، وخصوصا فطومه هي السبب في الدمار ديال الام ديالها. ولكن جوديا غادي تكتشف بان حتى الحاج عنده دخل في هذا الموضوع، بانه حتى هو جرى على الام ديالها هي حليمه. هنايا احبائي كما غادي تشوفوا الحاج غادي يتبدل، والسبب ديالو هي جوديا اللي خلاته يتبدل، خصوصا ملي عرفت الحاج عنده داخل في الدار ديال الام ديالها والتعاسه ديال الام ديالها. هنايا جوديا بقات كتمثل على الحاج بانها كتبغيه بزاف، واللي قتلو غادي ينفذوا ليها. غادي تخلي خاتم بين اصبع ديالها وغادي تقول له يكتب ليها القهوه ويكتب ليها الفيلا، غادي يكتب ليها جميع الاملاك ديالو كما غادي تشوفوا. وفطومه ملي غادي تشوف الحاج كيعامل جوديا بديك المعامله، هنايا فطومه غادي تبقى تحرض الحاج على جوديا. هنايا الحاج ما غاديش يتسوق لفطومه وغادي يقول غير كتغير منها باقا صغيره عليها، خصوصا ملي اكتشف الحاج بان الاخت ديالو فطومه ما كتبغيش جوديا، كتكرهها وكتغير منها وصاغي السبه باش تجيب لها المشاكل. احبائي غادي نشوفوا زيزو مع منير، غادي تبقى تقنع منير باش يكون شريك معها، ولكن فعلا غادي تقنعه وغادي هو يمشي يقنع الام ديال فطومه وغادي يولي شريك معها. وهنايا زيزو غادي تبقى تغريه بالكلام ديالها وغادي يبقى ينفذ الاوامر ديالها وغادي يبقى يبغيها. ولكن زيزو في الاخير غادي تديله الاملاك ديالو كاملين. منير غادي يولي هنا مريض نفساني، غادي يدخلوا للسبيطار ديال الحماق، والسبب ديال المرض ديالو هو الام والاب ديالو. حيتاش منير ملي كان كيشوف الاب والام ديالو كيتخاصموا تعقد وطلع مريض نفساني. غادي نشوفوا شيماء اصدقائي ملي مشات الطبيب وقال لها الطبيب بانك كنتينا حامله. هنايا الراجل الزوج ديال شيماء تصدم وبدات الخصومات بيناتهم. هنايا شيماء اتصلت بالام ديالها، والام ديالها جات عند الزوج ديالها باش تقول بان بنتي خصها الاولاد حتى هي تحلم يكون عندها اولاد وتحس بالامومه. هنايا الزوج ديالها قال احنا ما كناش متفقين على الحمل بتاتا. هنايا عيطت شيماء للاخ ديالها، وفعلا الاخ ديالها جا عند شيماء، وشيماء صافي جمعت الباليزه ديالها وجابها الاخ ديالها للفيلا. هنايا شيماء غادي تجي للفيلا وغادي تجبر جوديا تما. في الاول ما غاديش تحمل جوديا بتاتا، من بعد غادي تبقى تمل ليها جوديا غادي تبقى تمشي عند شيماء وغادي تعطيها نصائح، وغادي تبقى تقول لها بانك انت لما بغيتي هذا الراجل طلقي منه، يعني الحريه الشخصيه ديالك. هنايا فطومه غادي تشوف جوديا كتقترب من الابنه ديالها، وفطومه ما غاديش يجيبها الحال، غادي تبقى تجيها الغيره. ولكن شيماء الابنه ديالها غادي تجي عندها غادي تقول لها يعني خليني نهضر معاها، خليني ماشي شغلك فيا ماشي سوقك فيا. هنايا هاد الشجر شيماء مع الام ديالها فطومه. ومن بعد احبائي غادي تشوفوا في الحلقه المقبله بان فطومه غادي تتفق مع زيزو، غادي تقول لها جيب لي السم باش نتهنوا من جوديا. وجوديا اللي تكون عملت المشاكل لفطومه في الفيلا. وهنايا فطومه قررت باش تقتلها وتهنى منها. هنايا غادي تتفق مع الخدامه ديالها بلارا، ولكن ما غاديش ينجحوا في الخطه ديالهم. احبائي عطيتكم بعض الاحداث اللي غادي يكونوا متوقعين في الحلقه 14 من مسلسل جوديا.
وقبل ما تخرجوا من لا فيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش التعليق ديالكم على التوقعات اللي غادي يكونوا في المسلسل ديال جوديا. وشكرا لكم على المشاهدة ديالكم، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله.